السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. ده الجزء التاسع من المصطلحات القانونية اللي الناس عارفة المنطوق بتاعها وما تعرفش معناها إلا ما رحم رب. طبعا أكيد في ناس كتيرة أساتذتنا محترمين وعارفين كل الكلام اللي احنا بنقوله ده، بس احنا بنقول من باب فذاكر للي هو ما يعرفش. اتكلمنا في مصطلح البراءة وقلنا ان البراءة سقوط العقوبة عن المتهم اصلا، واتكلمنا عن الافراج وقلنا الفرق ما بين البراءة والافراج، وقلنا ان الافراج شيء مشروط نظير مبلغ مالي او بدون مبلغ مالي لحين ظهور ادلة جديدة في القضية. واتكلمنا عن اطلاق السراح وقلنا ده واحد ادان وثبتت ادانته واتحكم عليها بمدة وقضى العقوبة بتاعته، فخلاص كده خارج السجين. وهو خارج يقال عندنا في المصطلح القانوني بتاعنا اطلاق سراحه. النهارده اخلاء السبيل اللي احنا هنكلمك عنه في الفيديو ده هو السماح للمتهم بالخروج بعد انتهاء التحقيق، ممكن لعدم ثبوت الادله او ممكن ان لحين الانتهاء من التحقيقات بيبقى بكفاله، بيطلع يعني اخلاء السبيل ده بكفاله ضمان مالي يعني. ولو قريب جدا من الافراج على اساس انه لو ثبت في حق المتهم الادانه بيحدد له جلسه حتى وهو مخلى سبيله، وبينزل جلسه وبيقدم جلسه. يعني في دائما وابدا الناس على قضيه مخدرات، على قضيه سلاح، على اي قضيه من القضايا اللي فيها حبس احتياطي وتكفى من وجهة نظره هو كمواطن مش ملم بالقانون، القضية خلصت، يتفاجأ بعد شهر او اتنين انه جاي له اعلان بالجلسة. ازاي؟ طب ما انا طلعوني ما اخلق. ده اسمه اخلاء سبيل بشرط مالي ولا بمقابل مالي لحين البت في القضية. والله تمت ادانتك او من وجهة نظر المحقق ان انت مدان بيقدم الجلسة، ما توصلتش الأدلة لحقيقة الأمر وما اكتملتش الأدلة بيحفظوا الأوراق. النهاردة قلت لك إيه الفرق ما بينه وبين البراءة وما بين الإفراج وما بين إطلاق السراح. انتظروني في فيديو جديد ومعلومة جديدة.